فوزي القجع يوجه صفعة قوية للاتحاد الجزائري والفرنسي. وجه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع صفعة قوية للاتحاد الجزائري لكرة القدم والفرنسي بعد نجاحه في إقناع حارس نيم الفرنسي المولود لأب مغربي وأم جزائرية بتمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم. وكشفت التقارير الصحفية أن الحارس أمجد نزيه البالغ من العمر 21 سنة والذي يعد من بين أفضل حراس مرمى الفئات السنية لفرنسا قد اختار اللعب بقميص المنتخب المغربي بدل نظيره الجزائري والفرنسي. وبحسب ذات المصادر فقد ساهمت وساطة مغربية في إقناع أمجد نزيه باللعب للمنتخب المغربي، والمثير أن والدته الجزائرية هي من ساهمت في تأهيل اللاعب إذاريا لتمثيل المغرب. وأشارت المصادر نفسها إلى أن أمجد نزيه وافق دون تردد بعدما نجح مغربي في إقناع والدته بفكرة مشروع الجامعة المغربية لكرة القدم. وسبق للحارس أمجد نزيه أن مر بفترة عصيبة بسبب تصرف غير مسؤول سنوات خالت لمدرب مغربي ومسير، كذا أن يعصف بحلمه في تمثيل المغرب. ويعد استدعاء أمجد نزيه الذي تكون في نادي تولوز الفرنسي ولعب في جميع الفئات السنية للمنتخب المغربي، بل شارك في كأس العالم كذلك. ويعد استدعاؤه للمنتخب المغربي ضربة قوية في ظل التنافس الشديد عليه من طرف فرنسا والجزائر.